السلام عليكم. بهذا الفيديو راح أعطيكم تفاصيل شلون نفرز الذكور من الإناث بأفراخ دجاج اللوهمان، وبعض التفاصيل اللي أغلب الناس اللي تحب تربي دجاج ما تعرفها، والعامية ما يعرفوها عن هاي السلالة وعن الفرز، وليش ينباع عن الذكور 10 ب1000 و 15 كتكوت ب1000 دينار، يعني أقل الدولار. وليش الإناث سعر الطير الواحد دولار تقريبا هسه سعره، او اقل الدولار، حسب طبعا سعر البيض. من يزيد سعر البيض تصعد الافراخ. اخواني، الفرز مالتهن يتم هناك بالمفقس، اكو دكتور مختص يعزل الاناث من الذكور. الاناث يصير لونهن مثل ما تشوفون هذا قدامكم، هاي انثى لونها احمر، من تكبر تصير دجاجة حمراء بياضة. والذكر يكون لونه ابيض ناصع. واكو الفصيلة الثالثة اللي هي احنا نسميها مشكوك بامرها، انه ابو المفقس ما ياخذ، ابو الحقل العفو ما ياخذها من ابو المفقس، من التاجر اللي استورد الافراخ. ليش ما ياخذها؟ يقول احتمال تطلع ذكر، انا ليش اشتريها بدولار وهي بعدين تطلع ذكر، والذكر ببلاش. ابو الحقل مي يعني القاعة بيها 5000 دجاجة على سبيل المثال، ما بيها ولا ديج. شي يسوي بالديج؟ بالعكس يخرب، ما يعمر، يعني يطلع البيض، يخرب البيض لان يصير بيه لقاح وراح ياكل علف وبدون فائدة يعني. فشي يسوون اهل الحقول؟ ياخذون فقط الاناث. هذا الذكر هذا هيك تصير شكله ناصع بياض، يعني كله بيه بياض، ما بيه اي خط. اللي تشوفوها قدامكم هاي مو اناث نقية، ما عدا هاي الحمراء اللي قبل شوية واريتها لكم، هاي انثى نقية، يعني كلها لونها احمر، تجي بالخطأ يعني تنشمر ويا الذكور. والباقيات مثل ما قلت لكم، هاي اللي بيها خطين احمر بالغيرها، هاي ما ياخذها ابو المفقس، ابو الحقل العفو، من ابو المفقس، لان احتمال تطلع ذكر وما تخدمه. بس اذا الافراخ البيض معلق يعني سعره قوي ياخذها، يقول لك بلكة تطلع نثية، ياخذها يشتريها. بس هسه احنا حاليا البيض نازل سعره، فياخذ بس النقية، يعني اللي متأكد من عندها 100% انثى. فانا ربيت وجبات وموجودة فيديوهات عندكم من هاي النوعية، وهاي همين وجبة راح نربيها ان شاء الله، وطلع بيها هواي اناث. وعندي اذا شايفين اللوهمان اللي عندي من هذن اللي ربيناهن باحد الفيديوهات وناشرها انا، وشلون ربيناهن بالتفصيل، كبرناهن وبعناهن طبعا واستفاديت بيهن. خلي نذكر انه ليش الذكور تنباع 10 ب1000. هاي طبعا اذا مفرد، بس اذا جملة يمكن اذا تاخذ لك 100 كتكوت يطلع ارخص بهواي، يمكن 15 او 20 كتكوت يطلع ب1000 دينار. ومرة من المرات خلي اسولف لكم هاي السالفة، يعني اكو شخص وقفنا قال يابا انتم ليش تبيعون 10 كتاكيت ب1000 دينار؟ بيعوا البيض مالتهن قبل لا تفقسوا، بيعوا البيض 10 بيضات اشتريهن من عندكم ب1000، لان انا جاي اشتري من المحل 5 بيضات ب1000. هو طبعا سؤاله هواي، طبعا الناس هواي تسألنا هذا السؤال، انه صحيح يعني شلون 10 كتاكيت وهاي. اخواني، هذا التاجر من يجيب هاي الكمية الذكور ما يستفاد من عندها نهائيا، يعني ما حد راح ياخذها من عنده، الاستفادة مالته فقط بالإناث. زين، هو مستورد 50,000 بيضة مثلا، 50,000 بيضة راح يطلع من عندها 25,000 إناث، أو 20,000 ذكور، أو بالتساوي مثلا خلينا نقول 20 ب20 و10,000 ما يطلع. 20 الإناث هو ربحه بيها، يبيع النثية بدولار، خلينا نقول مرات تعبر الدولار 120 سنت تقريبا، بس الذكور يحير وين يوديها. فإحنا وغيرنا يجي ياخذها من المفقس بأسعار مناسبة ويقعد يبيعها، يفتر بيها بالمحلات بالغيرها، بس لازم ياخذ كمية كبيرة مثل ما قلنا 20 و25 ألف. هاي الكمية لما ياخذها ويصرفها لازم عنده معاميل وعنده سوق يقدر يصرفها. وهاي اللي تشوفوهن هذن اللي بيهن حمار ويجي وهاي، فهذه همين تنطي ويا الذكور، يعني يحسبوها حالها حال الذكور، بسعر الذكور يمكن تطلع لك بال1000 كتكوت
50 إلى 60 حسب المجنس، الدكتور اللي يجنسهن هناك، وحسب السوق أيضا همين يحكم بهذا الموضوع. وربي يوفق الجميع، وأشكركم على المشاهدة، وآسف على الإطالة. ربي يحفظ حلالكم.